2013 إمم. تاريخ مفصلي بحياتك. راح الوالد إسماعيل على شغله وما رجع، شو صار؟ وقتها كان عمري 9 سنين، كنت كتير صغيرة، وأنا كنت معلقة ببابا أكتر من ماما بهداك الوقت يعني، ومثل كل يوم راح على شغله بس ما رجع. وين كنتوا عايشين أنتم؟ بسوريا. إمم. بسويدا أو لأ، بالشام؟ لأ بالشام، بريف بالشام، الشام، إيه. بريف الشام. إيه، كنا عايشين هنيك، وراح مثل العادة على شغله مثل كل يوم، مم. بس هذا اليوم ما رجع فيه ولحد هاللحظة. كنت أنت بيسان وخيك الوحيد نوار نوار. والوالدة السيدة رويدا صح. قاعدين بالبيت إمم. وناطرين السيد إسماعيل يرجع، صح. ساعة ورا ساعة ورا ساعة ورا ساعة وما رجع. البنت اللي كان عمرها 9 سنين إمم. كيف بلشت تستوعب إنه بيا مفقود؟ أنا ما استوعبت، مم. يعني أنا لقيت في كذب، يعني أكيد بيكذبوا علينا، لا هو عنده شيء بعد شوي بيرجع، بكرة طلع عنده شغل بكرة وما رح يقدر ييجي اليوم، هيك 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 لحتى استوعبت إنه هو ما حد يرجع. ف آمم، بعدين لاستوعبت، فدايمًا ما تتعايشي أذكر. مع فكرة الرحيل؟ لأ، كل ما أذكر هالموضوع باحس إنه هلأ صاير. أوف. إيه، لإنه في وجع متراكم أنا ما فضيته قبل، وكل ما أجي بدي فضي وجعي بقول لأ، لإنه رح يرجع، فهيك عم يصير معي. إذا حدا اليوم بلشتي تكبري وفترة الفقدان بلشت تزيد، إمم. شو صرتي تسألي الوالدة هون؟ ما كنت أسألها على شي، كنت أقول لها بس إنه خلص يعني خلص ما عاد أشوفه. بفقد الأمل ولا يعني شو؟ إيه، بتقول لي لا أكيد رح تشوفيه وأكيد رح تجتمعوا وتلتقوا، فدايمًا أنا لحد الآن يعني عايشة على هذا الأمل، عشان هيك في وجع ما عم باقدر فضّيه، لإنه حاسة إنه رح أرجع ألاقيه يعني. رح ترجعي تلاقيه. بهالنهار بيسان كانت طفلة ناطرة بيا يجي يمسك بإيدها وياخدها عند بيت جدها، صح، كنا مسافرين. وهالإيد بعدها لليوم فاضية. لمسة الوالد إسماعيل بعدها مطبوعة بوجدانك؟ أكيد. بدنا نكون قوايا بهالفصل. بقدر دموعك بيسان، وجعك وجع كتار من الناس، أنا وهي بكل شي بس بهيدا الموضوع لأنه موضوع صعب. ما باقدر. تتذكري شو آخر جملة قال لك إياها؟ باتذكّر هو كان لمّا ييجي من شغله كل يوم يجيب معه هدايا والأكلات اللي بنحبها وهيك، فكنت عم باستناه لحتى يجيب لي الهدايا اللي أنا بدي إياها. وهالهدايا بعدها ما إجت. كم مرة دق باب البيت وركضتي على هالباب كلك أمل إنه هيدا البابا رجع؟ كتير، كتير مرات.